الفصل السادس. المشهد الثاني. حقا لا يمنع حذر من قدر. بسخط عبر يوسف، والضيق والغضب يكادان يفجران حجرته بمنزل نور. قرر يوسف أن يحبس نفسه طواعية بعد أن تم إعداد حجرة الصالون بالطابق السفلي صباحا لتصير مستشفى، ونقل طاقم الصالون إلى القبو، وأخرجت المكتبة لتجاور المكتبة الأخرى بركن السفرة، وتم تجهيز صيدلية بالحجرة والاكتفاء في حجرات النوم بمرتبة واحدة لكل سرير، والاستعانة بالثانية ليرقد عليها الجرحى. بعد رحيل الرجال مع دانيال، وجد يوسف نفسه وحيدا في مواجهة نور ثانية، فقرر تجنب الصدام معها، وحبس نفسه بالحجرة ومعه كتاب من مكتبة جدها ليشغل نفسه بالقراءة. تبدل حال نور منذ عرفت ماضيه من مختار، وتأثرت بما حدث له، حتى بكت تألما وإشفاقا لما قاساه في صغره، ولم تنم ليلتها، وشغلها التفكير فيه عن النوم، وأدركت من تأمل ما علمته عنه أنه إنسان نبيل أصيل المعدن، فلا يتاجر بمهنته رغم مهارته الشديدة في زمن تقل فيه أعداد الأطباء، كما أنه حاصل على الدكتوراه في إنجلترا، وليست القسوة إلا درعا يتدثر به ليقيه الوقوع في حب امرأة تشقيه، فهو يتعامل بمبدأ الطبي القائل: الوقاية خير من العلاج. تحول إحساس نور بمرور ساعات الليل وهي تفكر فيه إلى تعلق وإحساس بالمسؤولية تجاه ما رسخ بذهنه من فكرة خاطئة عن النساء، وقررت أن تحمل على عاتقها تبديل هذه الفكرة التي تحولت بمرور الزمن لمرض تأصل في أغوار نفسه. وفشل الطبيب النفسي ذاته في تخليصه منه، ورأت في أن تسامحها ورقتها ستكون سلاحها لاستئصال المرض الذي حجب عنه نور السعادة، وجعله يعيش في صحراء جرداء خالية من الجمال الذي يتصوره جحيما بأفكاره الخاطئة. كانت نور تدرك أن مواجهته ستكون حربا شعواء كالتي تخوضها مصر أمام 3 دول، فهل ستنجح؟ رأت أنها بصبرها وذكائها يمكنها تحقيق الانتصار عليه، ووجدت أن صراعها معه إن كان قاسيا فسيعطي لحبها لذة يعرفها المحبون جيدا في السهر والقلق وترقب ما يحدث. قررت نور أن تبادر بالهجوم متحملة رد فعله العنيف، فماذا سيحدث أكثر مما حدث في أول لقاء لهما؟ وبدأت تفكر كيف تبادره بالهجوم وتقتحم عليه الحجرة التي حبس نفسه فيها. فجأة جاءتها فكرة إعداد طعام خفيف له. شارف النهار على الانقضاء ولم يتناول شيئا بعد الإفطار، وأخبر والدتها أنه لن يتناول الغداء إلا بعد رجوع الرجال من في المساء. انتهزت نور انشغال والدتها بالمذياع ومتابعة الأخبار بترقب وقلق شديدين، وأعددت له القهوة باللبن التي يعشقها، وشرائح الخبز التي يعلوها الزبد والمربى، وحملت الصينية، وما إن اقتربت من السلم حتى لمحتها سارة فنادت عليها: إلى أين يا نور؟ سأقدم الطعام للدكتور يوسف. لكنه لم يطلب شيئا. تقترب نور بالصينية وتضعها على السفرة وتجلس أمام أمها، فتخفض صوت المذياع وتقول: لن يطلب يا أمي، نظرا لطباعه التي تعلمينها، كما أنه ضيف لدينا. أخشى أن يرفض الطعام بأسلوب فظ. لا يا أمي، لقد تعهد لي الدكتور مختار أنه لن يتجاوز حدوده معي، كما ترين، وينبغي أن أذكرك بما تعهدت لي أنت أيضا من قبل حتى تنتهي الحرب. على ذكر الحرب، ما الأخبار؟ حاولت بعض القطع البحرية لإنجلترا وفرنسا إنزال قوات بحرية بالسويس لتصل إلى بورسعيد، فتصدت لها زوارق التوربيد المصري وأغرقت 3 منها، فانسحبت البقية إلى قاعدتها بعدن. يبدو أن الأمر سيتخذ صورة جدية، ولم أشهد حربا من قبل. إن الحرب موت وخراب يا ابنتي، وقانا الله شرها. لابد أن أصعد قبل أن تبرد القهوة باللبن. تنهض نور وتصعد إلى أعلى، بينما تدير سارة المذياع وتتابع الأخبار. حينما تصل نور إلى حجرة يوسف يخفق قلبها بشدة، فتأخذ نفسا عميقا وتتماسك، ثم تطرق الباب، فيتحول هذا الطرق إلى غارة على حجرة يوسف الذي ينتفض متبرما ويضع الكتاب بجواره على السرير، ويتأمل الباب برهة، ثم يحاول أن يهدأ ويجيب: من بالباب؟ أنا نور، ماذا تريدين؟ هل يمكنني الدخول؟ يهمس يوسف في نفسه: ما هذه الجرأة؟
ينهض يوسف ويفتح الباب فيصطدم بنور حاملة الصينية بمبتسمة. مساء الخير، لقد أعددت لك طعاما خفيفا، لم تتناول شيئا منذ الصباح. لم أطلب شيئا. تبعده نور بالصينية وتقتحم الحجرة ثم تضعها على المائدة الصغيرة قائلة: أنت ضيفنا وينبغي إكرامك دون أن تطلب. يرمقها يوسف بدهشة ثم ضيق وغضب فتكاد أوداجه تنفجر. تتجاهله نور وتبتسم بهدوء فيحاول التماسك متسائلا: هل هناك أمر آخر؟ نعم، أود أن أخبرك بشيء سيسعدك تماما. يسعدني؟ ما هو؟ أنا أجيد التمريض، تعلمته لرعاية جدي في مرضه، فسأعاونك في رعاية الجرحى. يستشيط يوسف غضبا فاقدا أعصابه: لا أحتاج إلى مساعدة أحد، فلا تتطوعي بشيء لم أطلبه منك، أتفهمين؟ اهدأ يا دكتور، لماذا كل هذا الغضب؟ لا شأن لك بي. هذا أمر عجيب، الطبيب في حاجة دائما إلى ممرضة. أنت تفرضين نفسك علي وهذا يقلل من رصيد كرامتك، ألا تدركين ذلك؟ تطعن كلمات يوسف كرامة نور وكبرياءها فتحاول دموعها السقوط، ولكنها تتماسك وتبتسم ابتسامة ساترة لألمها. طاب وقتك يا دكتور يوسف. تنصرف نور بينما يشعر يوسف بالحرج البالغ، لأنه أدرك من ملامحها وردها أنه جرحها بالفعل، وهي لم تفعل ما تستحق عليه التجريح بهذه القسوة، بل تستحق الشكر. لقد أعدت له طعاما بعد يوم طويل لم يذق فيه شيئا، وعرضت عليه المساعدة التي بالفعل سيحتاجها. لم تعرض عليه الغرام كما تفعل بعض النساء معه اللائي يحتقرهن، فأدرك خطأه الجسيم ونقضه للعهد الذي قطعه على نفسه أمام نبيل. ألقى يوسف نظرة على صينية الطعام وتنهد ضيقا من نفسه. لماذا فعل ذلك؟ إنه يشعر بالجوع فعلا ويحتاج إلى فنجان القهوة باللبن. فجلس وبدأ يأكل شرائح الخبز التي بدت لذيذة وتناول مشروبه المفضل، وبدأ يفكر ماذا يفعل. أيذهب إليها متعللا بإعادة الصينية ليبادرها بالاعتذار الذي لم يصدر منه لامرأة من قبل، أم يتجاهل الأمر تماما لأن ذلك سيريحه منها؟ دار بداخله صراع حسمه في النهاية أن ما فعله ليس من المروءة، وأن اعتذاره ليس اعترافا ضمنيا بالإعجاب به، وليس وثيقة زواج ستربطه به. وبالفعل حينما انتهى من تناول الطعام حمل الصينية وهبط السلم، فوجد سارة تتابع الأخبار وحدها، فلمحته وندت عليه: مساء الخير يا دكتور يوسف. مساء النور. وضع يوسف الصينية على السفرة ثم عبر عن إعجابه بالطعام قائلا: شكرا على الطعام اللذيذ، لقد جاء في وقته، وبخاصة القهوة باللبن. تبتسم سارة في دهشة من أسلوبه الرقيق: بالهناء والشفاء يا ولدي. تقع كلمة ولدي على قلب يوسف كقطرات الندى على الطائر فيهتز جسده. لم يسمعها من امرأة سوى مرات قليلة في الماضي من سيدة زوجة راضي، وسرعان ما نسيها. يدرك يوسف أن كلماته كان لها وقع أشد مما تصور، لأن نور ليست هنا، فعلى الأرجح بحجرتها. فتلمح سارة الحزن بوجهه فتتساءل: ماذا بك يا دكتور يوسف؟ لا شيء سوى القلق على الرجال. ما الأخبار؟ عند هبوطك السلم كان هناك خبر هام. ما هو؟ أغرقت 5 سفن عند مدخل القناة فتعطلت عن العمل، وأنا لا أفهم مغزى هذا العمل. في اعتقادي أن عبد الناصر أراد الاستفادة من دروس التاريخ. خدع ديليسيبس في الماضي الضابط الثائر أحمد عرابي أثناء حربه مع الإنجليز، وأخبره أنهم لن يستطيعون دخول مصر منها، وكان ذلك سببا في هزيمة واحتلال مصر، كما أن تعطيل القناة سيجعل العالم يدرك غباء العدوان الذي تسبب في ذلك بعد إدارة مصر القناة بمهارة. فليكن الله في عون مصر يا ولدي. خفق قلب يوسف لكلمة ولدي ثانية وكأنها سهم يصيبه، فأجاب فورا: أستأذنك يا سيدتي. في رعاية الله يا ولدي. ينصرف يوسف بينما تعود سارة إلى متابعة الأخبار. حينما وصل يوسف إلى حجرة نور تردد قليلا في طرق الباب، وليس ذلك لغطرسة منهم، وإنما لشعوره أنه سقط في خطأ فادح لا يدري كيف يعتذر عنه، ولكنه استجمع شجاعته وطرق الباب، فجاء صوت نور من الداخل متهدجا: من؟ أنا يوسف. صمتت نور برهة، فاستشعر يوسف رفضها النابع من غضب شديد وشعور عميق بالإهانة، فأدار ظهره إلى الباب وهم بالرحيل، فأتى صوتها من خلفه: دكتور يوسف. التفت يوسف ووجدها في مواجهته تماما، فابتلع ريقه بصعوبة، ثم تراجع خطوة، فبدت له آثار دموعها الجافة معبرة عما فعله، فشعر بالخجل فبادرته بالسؤال:
ماذا تريد؟ أشعر أنني قد أسأت إليك بكلماتي التي لم أقصدها. ربما خانني التعبير نظرا لظروف الحرب التي أورثتني القلق والتوتر، لذا أرجو أن تغفري لي خطئي. تتأثر نور بشدة حيث بدأ يوسف كطفل أخطأ ويعتذر لأمه. تهم نور بالابتسام، ولكنها تتراجع سريعا وتعقب بجدية: لم يحدث شيء. أنا أدرك الظروف التي نعيشها، لذا لم أغضب منك. يهز يوسف رأسه متفهما وينهي الحديث كرسول جاء لتوصيل رسالة فيستأذنها وينصرف. فتدخل نور حجرتها سريعا لتعبر عن سعادتها التي تملكت جسدها، فصارت تقفز من الفرحة وجرت نحو المرآة تتأمل نفسها، ثم قبلت وجهها في المرآة وهي تخاطب نفسها: أنت رائعة، أنت قوية. وفجأة خطر لها خاطر حينما تأملت وجهها جيدا في المرآة أنها تحتاج إلى حمام ساخن لتزيل آثار الحزن عن وجهها وقلبها ولتحتفل بانتصارها عليه. على الفور ملأت حوض الاستحمام بالماء الساخن ووضعت به بعض الزيوت العطرية، وألقت بنفسها في الحوض وأغمضت عينيها وأطلقت العنان إلى خيالها، يفكر فيما سيحدث في المستقبل وكيف أن الطريق صار ممهدا لتخترق قلبه. ولكن هل كانت نور محقة فيما تسرب إلى نفسها من إحساس بالنصر؟ هل السد الذي شيدته السنون يمكن هدمه بضربة معول واحدة؟